السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهارده كده ان شاء الله قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، يا ريت تدوسوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس بإذن الله. كده النهارده ان شاء الله كده دورة كتاكيت تانية، غير اللي انا عملت لها فيديو قبل كده. دورة الكتاكيت دي النهارده ليها 25 يوم. صراحة انا ما صورتهمش لاني صورت لكم قبل كده اكتر من دورة فراخ، بس اللي حبيت النهارده ان انا اقوله عشان الجو الحر ده، لان الفراخ بيجي لها احتباس حراري، فلازم تحافظوا على نسبة الحرارة بتاعتهم، ما تخلوش الجو حر قوي، لان الفرخ لما بيفتح بقه كده ويبقى مش قادر ياخد نفسه وبيفتح بقه زي اللي بياخد هوا كده، ده بيبقى الكتكوت ده ممكن يجيله احتباس حراري في اي وقت. فلازم تبقى التهوية كويسة، لان انا عاملة العشة الصراحة فوق السطوح. بصوا لو واخدين بالكم انا عاملاها فوق السطوح، فعشان كده الجو بيبقى سخن قوي في بعد الظهرية. لو واخدين بالكم بصوا العشة انا مقفلاها بايه، مقفلاها بخشب وحاجات زي كده، بس عامله لها تهويه من هناك سلك اهو. السلك ده مخلياه برضو بالنهار وبالليل بيجيب نسمة هوا عشان خاطر الفراخ ما تموتش مني، لان الفراخ البيضة دي ما بتستحملش الصراحة. اهم حاجة عشان تحافظي عليها في الحر، لو الجو عندك حر قوي يبقى لازم تحطي لها مروحة، تخلي المروحة ظهرها للحيط وشها لقدام، مروحة عشان تجيب لهم نسمة هوا. بعد كده لازم العلف يبقى في التلاجة، يبقوا ياكلوه ساقع كده. بعد كده لازم تحطي لهم مية ساقعة من التلاجة، وفي كمان كيس دواء بتاع الاحتباس الحراري برضو المفروض انك انت تديهولهم. والمفروض لو انت يعني بتخافي على الفراخ بالليل ممكن ان تدخل لها قطة او فار او اي حاجة زي كده، لو عندك مكان بالنهار اوضة ولا حاجة فوق السطوح واسعة فيها تهوية جيدة، حطيهم فيها بالنهار، وتيجي بالليل لان الجو بالليل بيبقى رطب شوية عن بالنهار، تيجي بالليل تروح حطاهم بقى في العشة بتاعتهم كده، وحافظي لهم بقى على التهوية. يعني مثلا لو عندك سلك ولا حاجة اعملي لهم نسبة تهوية كده تبقى من فوق، ولازم الكهرباء تبقى شغالة، لان الكهرباء دي بتخلي لهم الجو، بتخلي لهم يعني ايه، بتخليهم يشوفوا الاكل قدامهم، بتخليهم ياكلوا ويشربوا. لو حاسه ان الجو حر قوي ممكن تسحبي اللمبه لفوق، ترفعيها شويه لفوق، ما تخليش اللمبه واطيه لتحت. احنا بنوطيها لتحت امتى؟ بنوطيها لتحت لما يكون الجو حلو شويه، يعني لسه مش سخن، وبعد كده تكون الفراخ صغيره، تكون الكتاكيت صغيره شويه. لكن الكتاكيت كده بسم الله ما شاء الله الله اكبر، وزنها جميل جدا. ثانيه كده همسك لكم واحد واوريكم وزنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اللهم صل على النبي، الله اكبر. يعني ده على 25 يوم هو تقريبا يعدي الكيلو. اللهم صل على النبي، يعني حلو، يعني الله اكبر. فالفراخ برضو وزنها حلو، مش وزنها وحش ولا حاجة، زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة في الجو الحر ده عشان الفراخ دي ما تموتش منك لازم تكون نسبة تهوية حلوة. يعني مثلا ممكن لو انت قافلة عليهم في عشة زي كده، ممكن بالنهار لو حاطة طبقة سلك ولا حاجة من فوق، تروحي شايلة طبقة الفرش اللي انت مغطية بيها، وتخلي طبقة السلك بتدخل تهوية وبتدخل هواء. وكمان ممكن يعني انا هنا الحيطة دي كده وشها بحري على الدائري، فانا بكره ان شاء الله هفتح لهم فتحه كده قد 30 في 30 او 20 في 20، وهركب لها سلك. دي هتجيب لهم نسبه تهويه حلوه جدا، وهنشوف مع بعض هنعملها ازاي. يعني اهم حاجه عندي انك انت تاخدي بالك من الفرخ. لو انت عارفه نفسك مش هتعرفي تربيه ما تجيبوش احسن، لان تكلفته عاليه وبياكل اكل الصراحه حاجه صعبه. كيلو العلف النهارده ب30 جنيه، ولما تروحي تجيبي العلف والله العظيم دول 20 كتكوت، اقسم بالله كل يوم بجيب ب100 جنيه، كل يوم بجيب ب100، 3 كيلو ونص تقريبا. يعني ال100 جنيه مش هيفيض منها حاجه. انا جايبه امبارح جايبه امبارح ب180 جنيه، 180 جنيه النهارده، وامبارح من الظهر لحد النهارده اهو ابو 180 جنيه، خلاص كده خلص اهو.
يعني كده يعتبر بياكلوا ب100 جنيه في اليوم. فاهم حاجه لو انت مش هتعرفي تربي الفرخ ده كويس ما تربوهوش احسن، لان هو عايز ربايه كويسه. وبعد كده ايه يعني بيعلمك الادب بمعنى اصح. خفيتي ايدك عنه في الاكل مش هتاخدي منه حاجه. هيبقى الكتكوت تربيه يطلع فرخ معاكي هيوصل وزنه 2 كيلو 2 وربع، وتعتبر انت اكلتيه يعتبر اكل اكتر من ثمنه. يبقى انت كده ما جبتيش حاجه من عندك، انت كده خسرتي فيه. لكن الفرخ طالما نويتي انك تربي، ربي حاجه قليله على قدك، لان يعني تقريبا ال10 فرخات ممكن ياكلوا لهم في اليوم 2 كيلو. هنقول هياكلوا كيلو الصبح وكيلو بالليل، يعني ب60 جنيه كل يوم. فلو انت حاسه نفسك انك انت مش هتقدري تربي كتير، ربي حبه قليله. بس اهم حاجه ايدك والعلف فيهم، عشان العلف كل ما تديهم كتير كل ما هتاخدي منهم انتاج كويس، وهتاخدي منهم فرخ كويس. في الشتاء يا جماعه احنا بنحط بصل، وبنضرب ليمون في الخلاط وبصل وحبه كركم وحبه خل وليمونه. الحاجات دي بنعملها عشان خاطر الفرخ ما يجلوش اسهال في الصيف في الشتاء. لكن في الصيف احنا مش مستدعين لاي حاجه من دي كلها. في الصيف الفرخ بيشرب ميه كتير وبياكل، فعشان كده بيبقى الله اكبر عليه، يعني صحته بتبقى حلوه وبتاخدي منه انتاج. اهم حاجه في الصيف اهم حاجه انك انت تاخدي بالك ما يجيلوش احتباس حراري وما يتحرش منك جامد. لكن في الشتاء تاخدي بالك انك انت تحاولي تدفي الفراخ قد ما تقدر على قد ما تقدري. يا ريت يا جماعه اكون فدتكم ولو حاجه بسيطه قوي. واهم حاجه نسيت اقولها لكم، انه يا ريت اللي تربي فراخ بتمشي مع بتاع العلف واحد بس، ما بتجيبش كل مره من علف او علاف شكل، لان العلف لما بيختلف في 100 نوع علف هتبص تلاقي الفرخ معاكي بياكل وانت بتصرفي فلوس والاكل مش جاي على، او الفراخ مش جايه على الاكل. عشان كده يا جماعه لازم نستمر على نوع علف واحد عشان خاطر الفرخ يديكي يعني نسبه كويسه من الوزن، يبقى وزنه حلو 3.5 4 كيلو. اول حاجه بنمشي على نوع علف لحد ما يتم 20 يوم. نوع العلف ده بيبقى ناعم، بيبقى بروتين 25. وبعد ما يتم 20 يوم بنغير نوع العلف، بنمشي على بروتين 23 بس، اللي هو العلف المرحله الثانيه اللي هو خشن. يا ريت يا جماعه نمشي على العلف ده لحد ما نذبح. ده حلو جدا وهيديكي وزن حلو جدا. لو انت عايزه فراخ مثلا بانيه وحاجات زي كده، يبقى نقي الفرخ اللي هو صدره، اللي هو النوع اللي اسمه الكب، ده بيديكي صدر كبير جدا. وفي نوع تاني مش عارفه اسمه روس او مش عارفه اسمه، انا مش فاكره صراحه، برضو ده بيديكي وزن الوراك بتاعته بتبقى كبيره جدا على حسب ما انت عايزه ايه. وبكده اكون يا رب فدتكم بحاجه، ونكون خلصنا حلقه النهارده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.